أبو فاطمة من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول: أنا الحمد لله مستقيم في كل شيء يرضي الله، لكن عندي مشكلة، وهي أن ابتليت بها، وهي صور النساء في جوالي، يعني كثيرة جدا. ويقول: ما هي النصيحة؟ يا أخي إبراهيم من ليبيا بارك الله فيك، أنت تقول بأنك رجل مستقيم، ألست كذلك؟ تقول بأنك رجل مستقيم ولله الحمد. فهل جمع صور النساء في المحمول هذه استقامة أم انحراف عن الطريق المستقيم؟ بارك الله فيك. وواضح بأنك تعلم بأن هذا ذنب وخطأ وأنه لا يجوز، فماذا تريد مني؟ أقول لك يعني مثلا تب إلى الله، تب إلى الله واستغفر الله. طيب ما هي التوبة؟ التوبة ليست كلام يا أخي الفاضل، التوبة ليست كلام وليست شعار وليست هوى ورغبة. التوبة يعني لابد أن يكون لها واقع عملي، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. أولا الإقلاع عن هذا الذنب، بمعنى حذف كل الصور والمقاطع المحرمة الموجودة في محمولك أو في أي وسيلة عندك. هذا الأمر الأول. الثاني، الشرط الثاني الندم على هذا الفعل، والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والمعنى أن مصدر هذه الصور الذي ورد إليك من وين؟ تقطع الطريق بينك وبين هذه المصادر الآسنة اللي والعياذ بالله تروج هذه الصور. هذه شروط التوبة. وأذكرك يا أخي الفاضل، لو أنك لقيت الله عز وجل، وما من أحد إلا وسيلقى الله، وليس أحد يعلم متى يلقى الله. هذا الأمر المقلق اللي يجعل المسلم دائما في شغل، في يعني اهتمام، إنه ما يدري متى يلقى الله. الجميع يعلم بأن الموت حق، الجميع كل البشرية يعلمون بأن الموت حق. اللي هو أعظم أن الإنسان ما يدري متى يموت. الموت ما له حد معين إذا بلغه الإنسان. الموت يخطف الجنين في بطن أمه، يخطف الرضيع، يخطف الغلام الصبي، يخطف البالغ، يخطف الغني، يخطف، ما يترك أحد. فلذلك أخي الفاضل أنا أسألك سؤال، وقم لله متفكرا بهذا السؤال، وتجرد من كل هوى. لو لقيت الله عز وجل وفي محمولك هذه الصور المحرمة، ماذا أنت قائل لربك يا إبراهيم؟ ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ والإنسان يبعث على ما مات عليه، وإنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم. ما أن يعني في من الناس من إذا مات تجري عليه حسنات بعد وفاة، اللهم بارك، لأنه خلف علم، خلف ولد صالح يدعو له، خلف صدقة جارية، وقف مثلا، خلف عمل إنساني يدعو له الناس، يقول اللهم اغفر له. كلما يعني رأوا عمله، مثلا بناء مسجد، دور أيتام، خدمة للمسلمين، قالوا هذا مسجد فلان الله يرحمه، هذا عمل فلان الله يغفر له. وفي من الناس من إذا مات بقيت السيئات تجري عليهم والعياذ بالله، ماتوا وما ماتت سيئاتهم، ماتوا وما ماتت سيئات. هل تضمن يا إبراهيم أن هذا المحمول يأخذ أحد أولادك أو إخوانك مثلا ويستعمل نفس الصور ونفس الفيديوهات المقاطع اللي عندك كما كنت تستخدمها، ويبقى وزرها عليك والعياذ بالله وأنت في قبرك؟ فلذلك قم لله وتجرد عن الهوى، واحذر من الشيطان، وابتعد عن هذه الصور. وهذه والعياذ بالله باب من أبواب الشر. وإذا كان عندك رغبة في الزواج، إذا لم تكن متزوجا تزوج، إذا كنت متزوجا وعندك الرغبة الحمد لله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نسأل الله تعالى أن يمن عليك بالتوبة، وإذا تبت إلى الله عز وجل بحذف هذه الصور وهالمقاطع فالله عز وجل يقبلك بإذنه، لأن هذا وعد الله عز وجل، وعد الله عز وجل. واحرص على أنك تنبه من حولك، تحذرهم من مثل هذا العمل المشين والذنب القبيح
تحذرهم من هذا. بارك الله فيك.